إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منحلي المتواضع إن شاء الله. هذا النحل هجين عراقي، وهو نحل جمال العسل، وأيضا مقاوم للأمراض، وهو نحل جيد وممتاز، ويتحمل كافة الظروف المناخية من درجات الحرارة والهبوط في درجات الحرارة. يتحمل كافة الأجواء العراقية. نحل هجين عراقي، الحمد لله والشكر لله. هذه الخلية الأولى، راح نشوفكم باقي الخلايا. أيضا هذه الخلية الثانية. طبعا النحل يحتاج تسوي له في وتوفر له المي، أيضا يحتاج هاي الشغلات. وبالشتاء تقدم له العجينة البروتية اللي هي الكاندي إذا كان الجو بارد، وعدم سروح النحل في خارج الخلية. أيضا بإمكانك تقدم له عجينة الكاندي، وهي جدا مفيدة للنحل إن شاء الله. وهذه الخلية الثانية إن شاء الله. هاي الخلية الثانية. كان عندي خلية واحدة إن شاء الله، وقمت بتقسيمها على 20 برواز. الخلية الأم تقريبا أخذت منها 3 خلايا. هذه واحدة، وهذه الثانية إن شاء الله، وهذه الثالثة إن شاء الله. ذني أخذتهن من خلية الأم على 3 براويز في شهر الثاني 18/2. قسمت على 3 براويز، كل طرد خليت بيه 3 براويز، حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة، وبيض صغير في السن، بيض يوم واحد. النحل قام سوى ملكات والحمد لله والشكر. بشهر الثاني تقريبا يوم 25 فقسن هن، ورا 10 أيام تلقح 3 ملكات، والحمد لله والشكر. هاي النتيجة. هاي وصلت ل10 براويز الآن، 10 براويز. وهاي وصلت تقريبا 8 براويز مع كثافة نحلية إن شاء الله. وأيضا هاي الخلية هم 8 براويز وصلت. نجي نوب للخلية الأم. هاي الخلية الأم اللي هي بشهر الثاني أخذنا منها 3 طرود إن شاء الله، فقسمناها 18/2. هاي الخلية الأم من 18/2. بعدين النوب خليتها على 6 براويز، بقيت على 6 براويز تقريبا، وعادت نشاطها والحمد لله والشكر لله. واي واحد يحتاج شيء بخدمتكم احنا. هاي الخلية الأم اللي اخذنا منها القسمة على 3 براويز ان شاء الله. وانا خادم الطيبين، اخوكم ابو مقتدى النحال. تحياتي للجميع، واحنا بخدمتكم. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الاشعارات ليصلك كل جديد ان شاء الله.